يا أخي والله اليوم أسعار الذهب والفضة رجعت ترتفع بقوة شديدة بعد الانهيار الكبير اللي صار في الأسواق العالمية الأيام اللي فاتت. تخيل الذهب زاد أكثر من 4% في تداول يوم الثلاثاء وحده، والفضة قفزت فوق 8%. هذا الارتفاع المفاجئ جاء بعد خسائر كبيرة خلت كثير من التجار والمستثمرين في حالة ارتباك كامل، خاصة في دول الخليج زي الكويت والسعودية والإمارات، حيث الناس يعتمدون على الذهب كاستثمار آمن أو حتى للزينة والعرسان. السبب الرئيسي وراء الانهيار الأول كان تقارير اقتصادية عالمية عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات البطالة اللي خلت المستثمرين يبيعون بسرعة خوفاً من ركود. لكن بعدين جاءت بيانات إيجابية عن نمو الوظائف وانخفاض التضخم اللي رجعت الثقة شوي شوي في الكويت تحديداً. أسعار الذهب الحين تقريباً 24 قيراط حوالي 24 دينار كويتي للجرام الواحد، و22 قيراط حوالي 22 دينار. والفضة بعد ارتفعت لمستويات جديدة. كثير من الوافدين اللي يعملون هنا في الكويت زي الهنود والباكستانيين والبنغاليين يشترون ذهب ليرسلونه لأهلهم في البلاد أو يحفظونه كتوفير ضد التضخم، بس مع هالتقلبات السريعة صاروا خايفين يخسرون فلوسهم. بعض محلات الذهب في سوق المباركية أو مجمعات الأفنيوز فكرت توقف البيع مؤقتا عشان ما يتعرضون لخسائر إضافية لحد ما السوق يهدأ. يعني إذا أنت تفكر تشتري ذهب الحين خليك حذر يا أخي، وتابع التحديثات اليومية من مصادر موثوقة زي موقع البورصة العالمية أو تطبيقات الاستثمار، لأن الأسعار ممكن ترجع تنزل لو صار أي خبر سلبي جديد عن الاقتصاد العالمي. وإذا عندك ذهب قديم فكر تبيعه في الوقت المناسب عشان تستفيد من الارتفاع ده. في قناة كويت ماني هب أنا سلم الدين بنستمر نغطي كل التطورات عن أسعار الذهب والفضة والعملات والرواتب والتوفير في الكويت عشان تساعدكم في قراراتكم المالية. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان ما تفوتوا أي فيديو جديد، ولا تنسوا اللايك والكومنت إذا عجبكم الشرح ده، وشيروا الفيديو مع أصحابكم اللي مهتمين بالفلوس والاستثمار.